السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، العيد على الأبواب. فقررت أعمل لكم بقى زبدة اللوتس بطعمه ولا أحلى. ومش عارفة كمان في حاجات كتير بقى في المقاطعة، فمش عارفة هي في المقاطعة ولا لأ. فأنا هعملها لكم بحيث إن لو عايزين تعملوا أي وصفة في العيد ولا كده هتكون جاهزة معاكم وسهلة وبأسهل طريقة هتكون عندكم. تابعوا الفيديو معايا وهقول لكم هتتعمل ازاي. اول حاجه بعملها بجيب نص كوبايه سكر واحطها في طاسه على النار، على نار هاديه جدا، واقعد اقلب فيها لحد ما تسيح. تسيح يعني زي ما انتم شايفين كده. مش هستنى لما تتكرمل، وبعدين هحط عليها معلقه زبده او معلقه سمنه اللي عندك، بس يفضل يعني لو زبده هتديها طعم افضل. وهتقلبي فيها لحد ما تسيح خالص وتاخد يعني كل القوام كده يندمج كل منه فيه وياخدوا من بعض. مش هنستنى لما تتكرمل وتمسك جامد، يعني يا دوب بس الزبده تسيح. حاولي ما تكونش مجمده عشان مش تاخد وقت زي كده. وقلبيها منها كده لحد ما تمزج كل القوام مع بعض. بجد والله طبق الوصفه هتبقى تحفه. الزبده ساحت معايا بقى، هركنها على جنب، بس هخليهم يمتزجوا كويس مع بعض. وبعد كده هننقل للخطوه اللي وراها. عندنا اي نوع بسكويت عندك بالقرفه، يا ريت لو موجود اللي هو اللوتسي اللي هو البديل المصري دوت، هتلاقيه برضو هيبقى افضل حاجه، افضل من اللوتس الاصلي. يعني هتطحنيه كويس، هناخد حوالي 300 جرام وتطحنيه كويس وعلى قد ما تقدري لحد ما يبقى ناعم زي الدقيق كده. وبعدين هتحطي عليه اللي هو السكر اللي خلصناه على النار مع الزبده. لو ما عندكيش بسكوت من ده ممكن تحطي اي نوع بسكوت عادي، معلقه صغيره قرفه. طبعا قرفه هتقللي الزود على حسب ما انت بتحبي ريحه القرفه فيه. بجد عايزه اقول لك بقى اقعدي اضربي جامد 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 لحد ما تنعم معاكي. بجد بصوا القوام تحفه والله، جميله، والطعم زي بتاعت بره بالظبط. انا عايزه اقول لكم ان كانت طعمه يعني ما تتوصفش، والطريقه سهله جدا. وادي احنا عملنا بديل للمقاطعه، وحاجه عايزه اقول لكم احسن، يعني احسن من المقاطعه. وعملناها في البيت وتقدري تزيني بيها، وجميله جدا. تعملي بقى سندوتشات للولاد الصبح بيها. حطيها في التلاجة هتجمد معاكي كمان اكتر. معاكي زي ما قلت لك بقى في الزينه، في سندوتشات، في اي حاجه شغاله معاكي. والعيد جاي ممكن تعملي بيها حلويات. دي بصوا بعد ما سبتها نشفت شويه بوريكم القوام بتاعها، تقدري تدهني بقى منها بعد كده. انا هنا بجرب لكم على العيش اللي عندي، يعني عيش عادي. بجد والله العظيم كان طعمها تحفه. جربوها وعلى ضمانتي وان شاء الله هتعجبكم. انا كده كنت خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو عجبك الفيديو بقى مش تنسي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده. واي استفسار تحت امركم في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين، ومش تنسوا المقاطعه يا حلوين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.